الكلمة سي مصطفى بوصبيع. تفضل سي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، سيد الوزير، أيها السيدات الفضليات، أيها السادة النواب الأفاضل. بودي أن أستهل كلمتي هذه بالإعراب عن تهانينا لإخواني وأخواتي النواب بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، والتي استهلها مجلسنا الموقر بدراسة قانون متضمن الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تعتبر من أهم القوانين المرتبطة بالعدالة. كون العدالة هي الوسيلة المثلى لبناء الدولة وازدهارها وتقدمها، من حيث أنها أهم العناصر المجسدة لمشروع المجتمع الذي نعول عليه في تحقيق التجدد الوطني في ظل السيادة، وهي العدالة التي نصبو إلى توخيها والتي يتقبلها المجتمع وتندمج مع مختلف الجوانب الثقافية والأخلاقية والتربوية، وتتكامل فيما بينها في بناء مشروع المجتمع الذي نصبو إليه لتصبح أداة مؤهلة ومستقلة وفعالة ومنطقية. المشروع الذي أمامنا سيد الرئيس والذي كان المجتمع بحاجة إليه هو أعمق في مداه من استعراض النصوص التشريعية، فالمجتمع يتوخى ويصبو إلى عدالة تكون قادرة على التواجد الإيجابي في كل مجالات الحياة، ويرتقي بالعمل القضائي إلى المستوى التي تمليه الأوضاع، ويجعله أكثر ارتباط بالواقع وأعمق دراية بالمشاكل المطروحة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف فيها البلاد دون تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي، حتى أن العدالة أصبحت مطالبة أكثر من ذي أي وقت مضى بأخلاقة الحياة السياسية الحياة العامة ومحاربة الفساد بجميع مظاهره وأصنافه. وهذا كله لن يتأتى إلا بالمساهمة وتضافر الجميع في إقامة العدل وتحقيق التوازن بين الحريات المتعارضة والمصالح المتضاربة، وبمدى المساهمة في الحفاظ على لحمة المجتمع واستقراره وتماسكه عن طريق توفير الأمان لنفسه وماله، وصون حقوق الناس وضمان مساواتهم أمام القانون. هذا المشروع الذي بين أيدينا قادر على أن يوصل ويحقق دلائل رشاد الحكم إذا ما قام عليه نساء ورجال نزهاء أكفاء قادرين على المساهمة في إعادة بناء الدولة وتحقيق هيبتها، كون القضاء مسؤولية قانونية وأخلاقية يتحملها القضاة باقتناع ووعي وإيمان، والمواطن يطمح ويصبو ويرغب في عدالة تستجيب لتطلعاته وأهدافه ورغباته. وخلال اطلاعنا على هذا القانون وتفحصه بدقة من خلال فصله التمهيدي وأبوابه الخمس المتعلقة بأحكام المشتركة لجميع الهيئات القضائية والإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية والطرق البديلة لحل النزاعات والإجراءات الجديدة خاصة منها بالصلح والوساطة والتحكيم، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العدالة الجزائرية، والتي تحد من اللجوء إلى القضاء في كل الظروف والمسائل وتمكن من إنهاء الخصومة في المهد، وإن هذا بما يتماشى مع تركيبة المجتمع الجزائري المحافظ، ويؤدي إلى تخفيض من الضغط على المحاكم ويقلص هوامش الشك واليقين في مجال البحث عن الحلول القانونية قابلة للتطبيق، كما أنه يساعد على تكوين قضاة مأمولين مرغوبين وتحسين نوعية الأحكام بصفة عامة. وهذا المبتغى لن يتأتى إلا بالاطلاع الفعلي بمهام إعداد وإثراء المستمر للتشريع القضائي وتقييم هيئته. وما استحسناه سيد الرئيس في هذا المشروع هو تحسن الإجراءات بالمقارنة بالتطورات المرتبطة بالوضعية الجهاز القضائي وبما يحيط به والظروف المرتبطة بوضعية البلاد العامة، وهنا لا يتعلق بالنصوص التي لا قيمة لها بدون تطبيق الجيد والفعلي واتخاذ التعديلات الممكنة من أجل ميسمة وخلق مرونة في تطبيق قانون المحافظة على حقوق الأشخاص والحماية المواطن من جميع أشكال التعسف، وعدم تحييز العدالة والمساواة بين الجميع حيالها وحيال القانون، وتوفير الظروف الأفضل لأخلاقة مهنة المحامي وتنظيم شروط ممارستها. هذا القانون لابد أن يكمل القوانين الأخرى التي تصب في تأطير وحماية النمو الاقتصادي والاجتماعي للأمة وتكريس جدية التحولات الجارية والحرص على إحاطتها بالضوابط القانونية الواجبة، ومنها القانون التجاري والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمال والتجار غير مشروعين، والقانون المتعلق بتبييض الأموال وتموين الإرهاب والهجرة غير شرعية وتجريم الدجل والمدجلين والشعوذة وتجريم السياقة الجنونية وضرورة تنظيف المجتمع من أصناف الفساد والرشوة والمحسوبية والمحابات والامتيازات الغير قانونية والاستئثار الغير مشروع بالممتلكات العامة. ولا مناص للعدالة من تحسين قدرتها على رد الفعل أمام استفحال الأمراض الاجتماعية وتفشي ضروب الإجرام التي بات على القلق، كون الإجرام الخبيث يعرقل التنمية الاقتصادية وينفر المستثمرين ويضر بالمواطنين ويقوض ثقة الشعب في الدولة، كون الآثار البيروقراطية كثيرة ومنها أنها تشل حركة مساعي ولا تشجع الاستثمار الضروري وتوفر أرضية الخصب للرشوة.
كما أننا نقف أحيانا من بعض النقائص السلبية التي تنخر بقطاع العدالة كتدخل المسؤوليات والتهرب منها وعدم اتخاذ وتطبيق قرارات العدالة وفعالية الطعون التي تمهد الطريق أمام الإهمال وتشجيع على التبذير والانحراف بالخدمة. شكرا سي مصطفى. الكلمة لسي نور الدين رغيس بس. والآن الكلمة